زي ما قلت لك من شويه ما كنتش بعرف حتى اغسل سناني، لدرجه حتى انت ساعات ما بتقدرش تفكر في الموضوع. فكره اللي انت تحاول تعمل حاجه بقت صعبه، اللي انت تفكر. الاكتئاب بيبقى عامل زي السرطان. سرطان بيبقى مغروس في روحك، ما بتاخدش بالك منه اللي هو خلاص قرب يخلص شغله، قرب يموتك حرفيا. وعلاج السرطان ده اللي انت تمسك بطرف الخيط اللي انا هخليك تشوفه، تمسك فيه وتمشي بالراحه قوي لغايه ما تطلع تلاقي نفسك شفت الشمس تاني. الفيديو ده اوعدك ان هو هيكون اهم فيديو تسمعه في حياتك لغايه دلوقتي، وده هيغير نظرتك عن الحياه والواقع اللي انت عايش فيه، وهيخليك تبعد عن حاجه انا كنت هعملها في نفسي، زي ان انا اقتل نفسي. حرفيا كنت هقتل نفسي زي ما هحكي لك كمان شويه. والفيديو ده برضه هو اللي هيرجع لك الاحساس تاني، عشان انا عارف او المجتمع حاطه في دماغك اللي انت لو مكتئب تبقى زعلانه وعايز تاكل فراخ او اي حاجه. بس لا، انت فعلا مش بتبقى زعلان، بس انت ما بتبقاش حاسس بحاجه. عندك جذام نفسي، مش قادر تستطعم ولا تحس ولا تستمتع بأبسط ولا أعتى حاجة في الحياة. فازاي ترجع الإحساس ده؟ ده اللي انا هحكيه لك. بس الاول خليني احكي لك قصتي. كل ما ارجع بدماغي للفتره دي، ده لو افتكرت منها حاجه، عشان انا دماغي ده زي نظام دفاعي كده، بمسح الذكريات اللي مش على هوايا. حرفيا ما بفتكرش غير عناوين الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. اول حب حبيته، اول كسره قلب كسرتها، مش فاكر منها غير اسم البنت اللي كانت معايا، مش فاكر وشها، مش فاكر تفاصيل، مش فاكر محادثات، مش فاكر اي حاجه غير كلمه مش عايز اشوف وشك تاني، انا مش عايز اشوف وشك تاني. مش فاكر حاجات اكتر من كده. بس للاسف الحاجات دي بدنها شغاله في الخلفيه، وبتقعد تستنزف فيا لغايه ما لقيت نفسي مش عندي طاقه ان انا اعمل حتى ابسط الحاجات اللي ممكن اي حد يعملها، زي ان انا اغسل سناني، زي ان انا اقوم انضف سريري، زي ان انا اشيل الهدوم بتاعتي من على الارض، اعمل اي حاجه في حياتي. حتى جامعتي وقتها ما كنتش بقدر انزلها، حتى اي حاجه في الدنيا. حتى يا اخي البورد ما كنتش لاقي لي طعم، كنت عامل زي الروبوت كده. فاهم؟ والله العظيم كنت كده. فما كانش حاجه في الحياه ليها طعم، ما كانش في حاجه في الدنيا لها طعم. وفي يوم رجعت من الجامعه بتاعتي، وانا فاكر ان انا رجعت على اذان الظهر، يعني الظهر كان بيقول الله اكبر الله اكبر، وانا كنت لسه داخل باب السكن. وقفت في المطبخ اللي هو كان مترين في مترين، وطرقته حرفيا المكان اللي انت تعرف تقف فيه قد كده بالظبط. سيبك بس من المشط دلوقتي وركز معايا. حرفيا مساحته ما تجيش نص متر، 50 سم بالظبط الحته اللي انت تقدر تقف فيها. وكنت ماسك سكينه مشرشره. انا مش عارف اليوتيوب ده هيمسح الفيديو اصلا من اللي انا بقوله ولا لا، بس هنحاول. عارف انت الساموراي هو كان بينتحر بشرف، كان بيمسك الوضع السيف بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ كنت ماسكها كده وقاعد افكر اعمل كده ما اعملش كده. طب انا دلوقتي انا هبقى كافر وهموت، هبدا عذاب اكبر بكتير من اللي انا فيه، بس انا اللي انا فيه دلوقتي مش قادر استحمله، بس اللي جاي اسوأ. طب اللي انا فيه مش قادر استحمله. دنتني في الدايره دي لغايه ما سمعت الله اكبر. قلت يمكن تكون اقامه الظهر، لا ده كان اذان المغرب. انا دنتني على الوضع ده من اذان الظهر لاذان المغرب. ببص ورا في الشباك، كانت الشمس بتغرب، ما كانش في شبابيك حتى، انا كنت مضلم الشقه كلها، بس كان خرم كده مكان الشفاط في المطبخ. تمام، ده كان الحاجه الوحيده اللي فيها نور بتدخل نور البيت. انا كنت باقي كله كنت قافله. دنتنا على الوضعيه دي من اذان الظهر لاذان المغرب. اقسم بالله انا قلت ان ده اقامه الظهر. انا لغايه دلوقتي مفكر ان دي اقامه الظهر. ببص لقيت الدنيا الشمس غربت. انا مش متخيل ان انا وقفت المده دي كلها بفكر بس اعمل كده ولا ما اعملش. رميت الحاجه اللي كانت معايا، وفي شده الرعب انا خايف. ايه انا ازاي عملت كده؟ انا ازاي قعدت ده كله اصلا؟ مش عايز احكي لك ان انا دخلت في الاكتئاب ازاي، بس عايز اوريك قدر الالم اللي انا مريت بيه اصلا. اقول لك ازاي تطلع من ده، زي ما انا دورت وعرفت ازاي اطلع من ده، ورجعت الاحساس لحياتي تاني، والحياه بقى طعمها احلى بكتير قوي. اقسم بالله ما فيش حاجه بقيت بعملها غير ما بفتكر ان انا اشكر ربنا عليها، غير ما بفتكر ان انا الحاجه دي كنت مفتقدها. والحاجه اي حاجه في الدنيا، حتى ابسط الحاجات، ان انا اطلع اشرب قهوه في البلكونه، اطلع اتفرج على عيال بتلعب في الشارع، الحاجات دي بقت بتفرق في حياتي كتير. بتفرق في نفسيتي وبتخليني مبسوط. انا ببقى قاعد مرتاح البال. واخويا جالي اخ صغير مؤخرا، بتبسط قوي وانا بلعب معاه زي العيل الصغير. انا وهو بنبقى عيال صغيره بنلعب مع بعضها. بتبسط قوي بالوقت اللي انا بقضيه معاه. كل حاجه لها معنى وبقى لها طعم احلى من الاول. فاللي انت فيه انت بتدوق المر عشان تعرف طعمه الحلو. فاصبر على اللي انت فيه واعمل الحاجات اللي انا هقولها لك دلوقتي حالا دي، واقسم لك باذن ربي ان شاء الله يا رب هتبقى في احسن من الاول بكتير، وهتكسر الدنيا بعد كده. عشان الناس اللي كان عندها اكتئاب طلعت منه، دي ناس كسرت الدنيا. فاول حاجه لازم تعرفها دلوقتي ان عدادك بقى بالسلب. انا هشرح بمثال الجيم عشان ده ابسط حاجه للكل. تخيل مثلا لو انت كنت بتشيل 25 كيلو بنش، تمام، تعرف تشيل 25 كيلو تطلع بيهم. دلوقتي بقى
لسه واخد بالي منه. انا مش هشيله عشان الكلام اللي انا قلته ده طالع من قلبي ومش هقدر اقول زيه تاني. انا كاتب سكريبت وكاتب كل حاجه. انا الفيديو ده الوحيد اللي عملت له سكريبت في قناتي عشان عارف ان هو اهم فيديو انا اعمله في حياتي. بس لغايه دلوقتي انا ما بقراش من السكريبت عشان انا لغايه دلوقتي بفتكر الحاجات دي. الحمد لله بقيت القط حاجات كده من الفتره دي عشان انا عارف انها هتفيد ناس. فزي ما اتفقنا انت دلوقتي عداتك بقى بالسالب. لو كنت بتعرف تشيل 25 كيلو بنش تطلع بيهم، فاول فتره اكتئابك ال 25 بقى 20 بقت 15 10 5 لغايه اللي انت ما بقتش تعرف تشيل حتى البار فاضي. فبقيت اضعف نفسيا اللي انت تشيل حتى البار فاضي، مش قادر تعمل ابسط المهام. زي ما قلت لك من شويه ما كنتش بعرف حتى اغسل سناني، مع اني كنت متعود اعمل كده من زمان قوي، لدرجه حتى انت ساعات ما بتقدرش تفكر في الموضوع. فكره اللي انت تحاول تعمل حاجه بقت صعبه اللي انت تفكر. الاكتئاب بيبقى عامل زي سرطان بيبقى مغروس في روحك، ما بتاخدش بالك منه لو هو خلاص قرب يخلص شغله، قرب يموتك حرفيا. وعلاج السرطان ده اللي انت تمسك بطرف الخيط اللي انا هخليك تشوفه، تمسك فيه وتمشي بالراحه قوي لغايه ما تطلع تلاقي نفسك شفت الشمس تاني. والحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي والمطلوب اللي انت تنفذها بالحرف دي بالذات، ما تاجلهاش لحتى بكره، تتعمل النهارده تحت اي ظرف. اللي انت تشوف اقل حاجه تقدر تعملها وتعمل اقل منها. ازاي؟ خلينا دلوقتي نقول اللي انت فكره اللي انت تنزل الجيم بقت شبه مستحيله بالنسبه لك. انا مش عايزك تنزل الجيم، انا عايزك تحط الكوتش بتاع الجيم قدام الباب وتلبسه وتقلعه تاني بس. مش مطلوب منك النهارده اكتر من كده، ماشي؟ يوم 2 3 حسيت نفسك زهقت من الموضوع ده، انا مش هحددك بوقت، بس لو حسيت نفسك زهقت من حوار الكوتش، انت خلاص بدأت تعرف تعملها وما بقتش تستهلك منك كل المدة دي كل التفكير وكل التعب ده، اعملها. تاني حاجة تعملها، املى ازازة المية وحطها جنب الكوتشي. تمام؟ حطها جنب الكوتشي، البس الكوتشي، اقلعه، ارجع فضي ازازة المية وسيبها مكانها، ارميها. انا عارف الكلام ممكن يبان تافه، ايه الهيافة دي؟ بس اقسم لك انا عملت كده وعملت اقل من كده كمان والموضوع نفع معايا. الموضوع بجد نفع معايا. انت بتبقى ضعيف قوي، فشيل فكره الايجو اللي في دماغك، فكره اللي هو انا ازاي هعمل كده، بس انا عايز ارجع زي الاول. انت دلوقتي مش مؤهل ان انت ترجع زي الاول، ودي مش حاجه تعيبك. زي ما قلت لك كل ما الحوار كان امر كل ما تعرف تستطعم الحلو اكتر. فاصبر على اللي انت فيه وهترجع تلاقي الحلو وطعمه احلى. زهقت من ازازه الميه والكوتشي، ابدا بقى اطلع اوصل الجيم وارجع تاني. اقلع الكوتشي، ارمي الازازه فضيها وارميها في الحوض وارجع نام. ما تعملش اي حاجه تاني النهارده، خلاص كده. زهقت من الخطوات دي، ابدا اتمرن. شيل البار فاضي، شيل اللي تعرف تشيله. اقل حاجه شوف اقل حاجه تعرف تفكر فيها واعمل اقل منها. تمام؟ يعني انت النهارده هعرف اروح الجيم واشيل البار فاضي؟ لا، انا هروح الجيم بس. هعرف اشيل البار في 5؟ لا، اشيل البار فاضي. هعرف اعمل اي حاجه؟ اعمل اقل منها. تمام؟ محور يومك حوالين الحاجه دي. ولو مش هتقدر تمحور يومك اللي انت هدف الاساسي بتاعك اللي انت حرفيا تلبس الكوتشي بتاعك وتقلعه تاني، خليها يا سيدي وانت طالع من الحمام وانت رايح تعمل اي حاجه، البس الكوتشي واقلعه تاني. افتكر بس تعمل الحوار ده واعمله. والنهارده تكتب اللي انا النهارده هعمل اللي سخيل قال عليه دلوقتي ده عشان خاطر نفسك. انا ما اعرفكش، وانت لو قتلت نفسك من بكره عمر ما حد هيحس بيك. تمام؟ ده كله ليك انت، وانا مش كسبان منك جنيه. انا بس عشان عارف العزة اللي انا كنت فيه وعارف كمية المعاناة والضغط اللي انا كنت فيه. انا مش عايز حد يمر باللي انا مريت بيه. ثق في دماغي وثق في اللي بقوله لك، عشان ده انا بجد عملت كده. اقسم لك ان انا عملت كده واقل من كده. وادفي دماغك خالص، عشان هي نفس الدماغ اللي وصلتك لهنا هي نفس الدماغ اللي انت بتسمع كلامها دلوقتي. فسيبك من دماغك دي واسمع كلام دماغي انا. وواحده واحده هتلاقي انت بقيت تستمتع وانت شايف منظر الشارع. دلوقتي في الربيع، يعني انا شايف شجره قدامي دلوقتي فيها ورد، منظرها فشيخ، اقسم بالله منظرها جميل. انا ممكن اقعد ساعه في الفيديو بعد ما اخلص اقعد اتفرج عليها ساعه، حرفيا ساعه، مش عندي اي مشكله. اقعد اتامل فيها وانبسط بجد من جوايا، اكون مبسوط. انا اكتر حاجه بتسعدني دلوقتي ان انا العب مع اخويا الصغير اللي لسه مولود. بتبسط قوي وانا قاعد معاه، اقسم بالله مفيش متعه اكتر من كده. الحاجات البسيطه اللي انت تقدر تعملها، اللي انت تنكش في مامتك تشوفها، يعني انت مش دنك قافل على اوضتك طول الوقت. اي حاجه هتبدا تحس بطعمها، ولازم تاخد خطوه حوالين حياتك لو بجد عايز تطلع من اللي انت فيه ده، عشان محدش هيساعدك ولا انا شخصيا هساعدك. انا بس اديتك الطرف الخيط اللي انت تقدر تمسكه، انا وريتهولك. كل اللي عليك اللي انت تمسكه وتمشي بيه لغايه ما توصل اللي انت عايزه، وهتوصل احلى من اللي انت عايزه. فاسمع كلامي ارجوك عشان خاطر نفسك،
واكتب اللي انا بقوله لك ده في ورقه وعلقها في اي حته ان شاء الله على راسك. ما تكتبهاش على التليفون، ما تكتبهاش على التليفون، اكتبها في ورقه. هات ورقه وقلم واقعد على التوته واكتب انا هعمل بكره اقل من اللي انا اقدر عليه. لو انت دلوقتي مش في اقل مراحل الاكتئاب، اوسخ المراحل اللي احنا كنا فيها اللي انا بقول لك عليها دي، اعتبر نفسك دلوقتي في مرحله اللي انت ما بتعرفش تشيل غير البار فاضي. انا هكتب بكره ان انا هروح اشيل البار فاضي، اتفقنا ان احنا هنعمل اقل من كده، فانا هروح الجيم وارجع تاني. ده كل المطلوب مني. اكتبها على ورقه، علقها قدامك، تصحى تشوفها في وشك. انا عايز كده. خلصت الخطوات المهمه دي، تصحى. انا عايزك بس خليها متزامنه مع الوقت اللي انت رجعت فيه من اول يوم عرفت تروح الجيم وترجع. ما لعبتش. تروق سريرك في اليوم ده. سريرك لازم يكون نظيف، والاوضه اللي انت فيها ما لو فيها هدوم رتبها. شوف الهدوم لو رميتها حتى في الدولاب زي ما هي بوسخها، الوسخ على النظيف مش فارقه كتير. ظبط بس شكل الاوضه، منظر الاوضه هيحسسك بالمكافاه كل ما تبص عليه، عشان اوضتك انت اكتر حاجه بتشوفها اوضتك. هتلاقي نفسك مستمتع وانت بتتفرج عليها، فده هيديك احساس بالانجاز وهتتبسط قوي من نفسك. عارف انت زي الحصاله، كانك بتحط فلوس في حصاله قيمتك قصاد نفسك. بص في المرايه هتبدا تبتسم ابتسامه خفيفه كده لا اراديه، اللي انت عملت حاجه انت فخور بيها. ده بس عشان انت نظفت سريرك، بس عشان روقت الفرشه بتاعت سريرك وسويتها ببعضها كده. واقسم بالله ده هتعمل اكتر فرق بعد خطوه الجيم. ولاحظ لغايه دلوقتي ان انا ما قلتلكش قرب من ربنا، ولا قلت لك صلي، ولا قلت لك كده، عشان انا عارف ان انت اضعف من كده، وانا كنت اضعف من كده. فدي حاجات تقيله على قلبك مش هتقدر تعملها لغايه دلوقتي. فانا متفاهم ده، مش هكون غشيم واقول لك اعمل الحاجه التقيله على صدرك دي كلها بكل ما كبر فيها. هي الحاجات بسيطه، بس انت مش في وضع يهيئ لدماغك اللي انت تعرف تعمل كده. فلازم تاخدها تاتا تاتا، وخلي ده هدف اللي انت توصل له فيما بعد. الهدف اللي بعد كده، النقطه الثالثه والاخيره اللي هنختم بيها الحوار ده كله، زي ما قلت لك ده اهم فيديو عملته في حياتي، وان شاء الله انت لو سمعته للاخر انا مش عايزك تشوفه وشي تاني. انت مش محتاجني تاني في حياتك، انت خلاص ممكن تكمل حياتك وتبقى كينج في نفسك. بجد ما انتش محتاج حاجه تاني في حياتك. وكل لو لا قدر الله رجعت للاكتئاب تاني تقدر تطلع نفسك بالخطه بالبلو برنت اللي انا اديتها لك دي. فبعد ما تخلص الحاجات دي خليها روتين. خلاص بدات تلتزم في الجيم، بدات تعرف تشيل اوزان، بدات تعرف ترتب سريرك تقريبا كل يوم، مش هقول لك كل يوم حتى. ابدا بقى تنظف المكتب بتاعك اللي بره، لو المكتبك جنب السرير نظفه. ابدا تصرف، خلي فيه 4 عادات في اليوم بسيطه تعملها. انا عاداتي لغايه النهارده، العادات اللي انا بلتزم بيها وبحاول ما اقطعهاش: 1 اقرا صفحه وورد، اللي بالمناسبه كنتش اعرف اقرا سطر واحد. 2 بكتب سطر واحد عن يومي، كان مش زي سطر واحد بس 12 كلمه حرفيا مش اكتر من كده. لو في فكره في دماغي لليوتيوب بحاول اكتبها مع القصه اللي انا بكتبها دي. ان انا اروح الجيم ده بالنسبه لي عاده، فلو عملتها بعمل جنبها صح. وهوريك دلوقتي صوره من الحاجات اللي انا بعملها جنبها صح، حاطط بس اول حرف من كل هدف وبحط جنبه صح. ولو تلاحظ هتلاقي اغلب الحاجات حواليها اكسات مش عاملها اصلا. فانت دلوقتي كنت عامل زي الطفل اللي بدا يحبي، فانت وقعت وانت ماشي اتكعبلت، ما وقعتش لسه، بس انت عشان اتكعبلت عايز ترجع الخطوه اللي انت ما عملتهاش صح دي وتبدا تعملها صح تاني. طب ليه؟ انت لو طفل لسه بتحبي، لو ضيرت حتى وشك هتقع، فانت كمل. فاهم؟ فده المبدأ اللي انا مشيت بيه. فلو اغلب صفحتك لقيتها اكسات، ما لقيتش اللي انت بتعمل غير 2 صح بس في الصفحه كلها في الشهر او الاسبوع اللي انت بتعمل فيه، مش هتفرق، مش فارقه طز ايه يعني. في صحين الاسبوع اللي جاي هيبقوا 3 والاسبوع اللي بعده هيبقوا 10 على مالك. مفيش حد بيجري وراك ومفيش حد فارق له. وعشان خاطر يمسح السوشيال ميديا، عشان دماغك ما تحطش نفسها في مقارنات، تلاقي نفسك تتعب جدا من جوه. انا الفتره دي برضو زميلت الفتره اللي انا مسحت فيها السوشيال ميديا. واكتر حاجه تاثر في حياتك البيئه. تخش على الديسكورد هتلاقي ناس كتير قوي شبهك، ناس كتير متحسنه، ناس كتير متعافيه، ناس كتير انا بكلمها شخصيا، حالات مرت عليك كانت صعبه قوي، كانت يمكن أسوأ من اللي أنا كنت فيه كمان، بس بفضل الله والحمد لله طلعوا من اللي هم فيه. بنقرا كتب سوا، بنعمل حاجات جميله جدا سوا. انا هحاول على قد ما اقدر اخلي الشانلز اللي فيه او المزايا اللي بتطلع من السيرفر ده مجانيه، بس مش هينفع تبقى مجانيه للكل عشان في ناس كتير بتخش تهرج، ده طبيعي عشان اغلب البشر اغبياء، احنا خلينا متفقين على كده. فاغلب الناس بتخش تهرج وانا مش عايز حد يهرج، فانا بحط زي كده بوابه دفع عشان تحرم اللي جاي يستظرف ده من ان هو يجي يخش يبغوش عليا ويغوش على الناس اللي جوه كلها. فده هيكون مفيد ليك وليا وللكل اللي جوه. فانت حتى مش محتاج تدفع حاجه. لو انت مش عايز تدفع بتلاقي حاجات بسيطه، هتلاقي حاجات تعرف تتعامل معاها زي الباحه العامه ومين يتحداني، وتقدر تبعت لي ماتيريال عشان اعمل عليها فيديوهات لو في حاجه
فرقت معاك قوي في حياتك ممكن تبعتها، او فيديو مصيبه انت شايفها بتحصل في مجتمعنا كرجال ومجتمع الاكتئاب، تقدر تبعتها على الماتيريال دي، قناه الماتيريال، وانا هشوفها بنفسي وممكن اعمل عليها فيديو. تمام. واخر حاجه هطلبها منك خطوه عمليه، لو انت بره اول حاجه تعملها بعد ما ترجع ان انت تخش تكتب الصفحه اللي فيها اهدافك دي. شوف على حسب انت فين من الكلام اللي انا قلته، انا فهمتك كل حاجه دلوقتي. خش تكتب انا هعمل ايه بكره. بعد كده هتخش تكتب على السيرفر انا الوضع اللي انت فيه دلوقتي، انا اسمي كذا، عمري كذا، حاليا حصل لي كذا. مش لازم تكتب السبب لو انت خجول من السبب. تمام. انا سبب عن نفسي ان واحده سابتني مش انا، بكل صراحه انا مش هضحك على حد. تمام. انا شفاف جدا على القناه دي، بقول كل اللي في دماغي، حتى ممكن تلاقيني بشتم بالفاظ مش كويسه عشان انا بكلم واحد صاحبي. انا مش هم يوتيوب ولا هم انتشار يولعوا جاز وسخ كلهم. ادام واحد بس عرف يستفاد من الكلام اللي انا بقوله طز في الناس كلها. انت شبهي، انت عارف اللي انا فاهمه وانت فاهمني وانا فاهمك، فمش محتاج حاجه اكتر من كده. طز في بقيه العالم. فكل حاجه اعمل. لو انت مش عايز حد يشوفك خالص، مع اني ما انصحكش في كده، انا انصحك ان انت تواجه نفسك وتواجه الناس كلها وتواجه العالم كله. انا كذا، مشكلتي كذا، اتعاملت مع كذا، واللي حصل لي كذا. وان شاء الله انا بدات النهارده في حوار الاسبوعين اللي سخيلي قال عليهم، وترجع بعد اسبوعين تدينا انت عملت ايه. فاكريني يا جدعان انا اللي كنت قايل على نفسي كذا؟ انا النهارده الحمد لله عملت اكتر من اللي انا كنت اتخيل ان انا اعمله. وانا بنفسي انا هخش اشجع كل واحد، انا هخش اكلمك واعرفك كصديق، عشان انت بجد انت عندك بوتنشال انت تبقى راجل قوي جدا في المستقبل. فاعتبرني اخوك الكبير، وانا هكون مساعدك في الرحله دي. وزي ما قلت لك انا مش طالب جنيه، انا كل حاجه جوه ببلاش او اغلبها ببلاش، عايز افاده للكل. واهم حاجه عندي ان انت تطلع بمصلحه. خليك فاكر برضو، حط في دماغك اللي انا قلت الكلام اللي انا لسه قايله لك ده، حاسه تقريبا اهم كلام في الفيديو بعد النصايح. انا قلت لك على حوار السيرفر والبيئه وكل الكلام ده في الاخر، عشان عارف اللي بيكمل الفيديو للاخر مش كل الناس. وادام انت كملت الفيديو للاخر يبقى انت بجد عندك مشكله دي وبجد عايز تعالجها. تمام. ودي هديه مني ليك، السيرفر ده هديه مني ليك، مش عايز اي حد يخش عليه. فبس انا سخيلي، ما تنساش تكتب قصتك في السيرفر، واشوف وشك على خير.